إزاي تحقق مليار جنيه مش من الفن إلا طبعا لو كنت الزعيم. أهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف إزاي قادر الفنان عادل إمام يجمع ثروته اللي تخطط المليار جنيه. من أشهر الممثلين في مصر والعالم العربي، اتعرف بأعماله الفنية اللي خلطت بين الكوميديا والسياسة والرومانسية والقضايا المجتمعية. قدر يحقق نجاح كبير على مدار عقود من الزمن في مجال التمثيل، وقدم لحد النهاردة 126 فيلم و16 مسلسل و11 مسرحية ومسلسل إذاعي واحد مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وكان بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة. عبد الحليم حافظ هو كان حالة فنية شديدة الخصوصية، وكان قائد ثورة فنية. أنا كنت بعتبره كان قائد ثورة فنية. اتميزت أعمال عادل إمام بأسلوبه الفريد والكوميدي اللي بيجمع بين الكوميديا والسخرية والتعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي. نيجي بقى للمدرسة. دي مش مدارس، لا تخت ولا وسائل علمية ولا حتى حمامات. استخدم إمام الفن كوسيلة للتعبير عن رأيه ومواقفه السياسية، وتعرف بقدرته على تقمص الشخصيات وتجسيد مختلف الأدوار بمهارة عالية، وده خلى أفلامه الأعلى إيرادات في السينما المصرية. وقدر على مر السنين إنه يحصل على العديد من الجوائز والتكريمات. كل ده كان كافي إنه يحقق له شهرة، حب الناس، مكانة اجتماعية عالية، ولكن هل ده كان كافي يحقق له مليار جنيه؟ عادل محمد إمام محمد، الملقب بزعيم السينما المصرية، اتولد سنة 1940 في أسرة فقيرة في حي السيدة عائشة بالقاهرة، ولكن أصول عائلته بتعود لقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. درس في مدرسة الحلمية وانتقل بعدها لمدرسة بنبقدان الثانوية، وانتهت بيه المدرسة التعليمية بدخوله كلية الزراعة جامعة القاهرة، وقدر إنه يتخرج منها بدرجة البكالوريوس. بدأ إمام حياته الفنية على مسرح الجامعة، وقدم أول مسرحية ليه سنة 63، وكانت بعنوان أنا وهو وهي، واللي كانت من بطولة فؤاد المهندس وشويكار. حققت المسرحية نجاح كبير، وقدر إمام إنه يلفت الأنظار ليه، ومن هنا بدأت أعماله في عالم الفن والمسرح. والله العظيم لا عليك العظمه يا واد. أظهر إمام في بدايته الكوميديا الممزوجة بالرومانسية في عالم الأفلام، فقدم مراتي مدير عام سنة 66، وكرامة زوجاتي سنة 67، وعفريت مراتي سنة 68. كل الأفلام دي كانت بطولة مشتركة مع صلاح ذو الفقار وشادية. كمان أظهر بعض الأعمال الكوميديا الممزوجة بالإثارة، فقدم لصوص لكن ظرفاء سنة 68 بمشاركة أحمد مظهر وماري منيب. وسنة 70 ظهر إمام في 5 أعمال تلفزيونية: رضا بوند، والمراية، وبحبك يا حلوة، وحب المراهقات، وبرج العذراء. وفي العام الثاني قدم 7 أعمال فنية أخرى. كل الأعمال دي قدمت عادل إمام للسينما المصرية كنجم صاعد، ولكن ما كانش معروف بشكل كبير عند الجمهور المصري. ولكن انفجرت شهرته بعد تقديمه لدور بهجة الأباصيري نعم يا اختي. في مسرحية مدرسة المشاغبين سنة 73، واللي تعتبر من أنجح أعماله المسرحية على الإطلاق. وشارك معاه فيها رفيق السلاح سعيد صالح، واللي بيشكل ثنائي أكثر من رائع مع عادل إمام. واستمر عرض المسرحية لمدة 5 سنين، وده بسبب النجاح الكبير اللي حققته. وتوالت بعدها أدوار البطولة، فعمل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورة، والبحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء أبو السعود. ومن أهم أعماله السينمائية اللي أخذت الطابع السياسي فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، وبعدها بدأت تاخد أفلامه طابع الأكشن، فقدم النمر والأنثى، المولد، وحنفي الأبهة. ومن هنا بدأت مرحلة التربع على عرش السينما المصرية، وأصبح إمام أحد كبار ممثلي السينما المصرية، وكانت أفلامه بتحقق أعلى إيرادات في السينما. ومع بداية الألفينات بدأت أفلامه تاخد الطابع السياسي الاجتماعي، فقدم دور زكي الدسوقي في فيلم عمارة يعقوبيان، اللي نجح نجاح كبير مش بس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي كمان. وقدم بعدها مرجان أحمد مرجان، وحسن ومرقص مع الفنان عمر الشريف، وبوبوس مع الفنانة يسرا. كل الأعمال دي قدمت طابع سياسي وبتناقش قضايا مجتمعية، ولكن الأعمال دي سببت له بعض المشاكل.
عادل إمام فنان ساب بصمة قوية في عالم الفن والتمثيل، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية، وجائزة مهرجان دبي السينمائي، ومهرجان مراكش السينمائي، ومهرجان ساو باولو السينمائي. وتم اختياره سفير للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبكده أصبح إمام معروف على المستوى السياسي العالمي. في النهاية نقدر نقول إن الفنان عادل إمام واحد من أكتر الفنانين نجاحاً في العالم العربي، وقدر بمجهوده وموهبته إنه يحقق نجاح مهني ومالي كبير، وده خلى جمهوره مهتم جداً بحجم ثروته. ولكن عادل إمام كان شديد التكاتم على ممتلكاته وحجم الثروة اللي بيمتلك، وعشان كده الجمهور بيعتمد على التقديرات المالية لثروته من خلال مكانته وشهرته الفنية الواسعة. فالأكيد إنه عنده ثروة متناسبة مع كم النجاحات والإنجازات اللي حققها. عادل إمام فضل متصدر ساحة السينما المصرية لعقود بدون منافس، وكان بيحصل على أعلى أجر في السينما المصرية، ولكن فكرة تحديد القيمة الدقيقة لثروته كانت شيء صعب جدا. ولكن على حسب بعض المواقع الخاصة بتتبع ثروات الفنانين، فحجم ثروة الفنان عادل إمام تقدر ب$100 مليون، والثروة دي قدر يجمعها من أعماله الفنية اللي تقاضى عليها أعلى الأجور، وبعض الاستثمارات الخاصة زي امتلاك العقارات داخل وخارج مصر. عادل إمام شخصية استثنائية وملهمة، وقدر يثبت إنه مش بس فنان ناجح، ده رمز للابتكار والتفوق، وثروته هي نتيجة لجهوده وموهبته اللي قدر من خلالها يكسب حب الملايين حول العالم.